اخويا الاهلاوي الجميل، الاهلي بيخسر من الهلال السوداني نتيجة 1-0 مع الرأفة بعد اداء ولا اسوأ من كده، بعد كل حاجة وحشة اصلا حصلت في الملعب. يعني اداء ما 1-0 مع الرأفة، اقسم بالله الماتش ده كان يخلص 3-4. يعني الشناوي غلط في الجون الاول ودخلت فيه، مش عارف دخلت فيه ازاي اصلا. يعني هي خطوة لورا كانت خلاص اتصدت، مفيش اي مشكلة. ضربة جزاء اتحسبت، الشناوي ربنا كرم وصحح غلط واتصدت، مفيش اي مشكلة. اوفسايد اتحسب، احنا مش عارف هو الجون ده اوفسايد فعلا ولا لا، انا عندي شك بصراحه فيه. يعني الموضوع مش باين قوي، خصوصا ان مفيش فار، فالموضوع فيه شك. بس انا حسيت انها مش اوفسايد بصراحه، انا كهلاوي بقول لك اهو، والله حاسس انها مش اوفسايد وكان الجون صحيح. وده الجون التالت، رابع انفراد واللي اترقص فيه اصلا. يعني اليو ديانج احسن واحد عندك في الملعب، بيترقص من واحد في منطقه الجزاء وراح كانت ده انفراد لولا محمد عبد المنعم. ارجل واحد في الاهلي اقسم بالله، والله العظيم بلا منازع محمد عبد المنعم ده ارجل واحد في الاهلي. انا ما شفت مدافع ولا شفت واحد بيلعب بروح زي محمد عبد المنعم. شابوه محمد عبد المنعم، اقسم بالله انت سبب النهارده ان احنا نطلع بالنتيجه 1-0 بس. لولاك يا ابني والله والله كان في اكتر من كوره واكتر من فرصه كانت تخلص الماتش بنتيجه 4-5. اداء مش عارف ايه ده. هو دي لعيبه الاهلي اصلا اللي كانت بتلعب في كاس العالم يا جدعان؟ هي دي لعيبه الاهلي اللي كانت بتلعب في كاس العالم وكانت بتلعب قدام ريال مدريد وعامله اداء وعامله شغل؟ احنا فين؟ طيب فين اليو ديانج؟ فين يا، انا هقول ايه؟ طيب مش عارف. ما هو كولر، ما انا شايف ان كولر ما غلطش، ما هي دي اللعيبه الموجوده. هو هيجيب منين؟ طيب لعيبه هيجيب منين؟ هيجيب لك من بره لعيبه ينزلها. وحتى عمل التبديل برضه، نزل القندوسي ونزل محمد اشرف ونزل محمد شريف. احنا ما شفناش شريف، يعني نزل ربع ساعه ما شفناش شريف. ده خاصه برضه يعني ان الماتش ده يعني وصل لحوالي 105 دقيقه يعني. مع ان الحكم يعني لحد دلوقتي بدأ يضيع دي. احنا قعدنا 10 دقايق 7 دقايق كده ما نعرفش هو مدي كام دقيقة اصلا. مش عارف التحكيم ده فين اصلا في افريقيا. ربنا يكون في عوننا سواء كنت اهلي او زمالك، اقسم بالله التحكيم ده مش موجود اصلا في افريقيا. كان في حاجات النهارده بتحصل غريبة. يعني كان بيبقى في فاول المفروض للاهلي يرجع تاني على الاهلي، للاهلي بيرجع تاني على الاهلي، مش عارف ازاي. يعني الله يكون في عوننا بجد. بس احنا النهارده كاهلاويه اداء ما حسناش ان احنا مطمنين. احنا مش مطمنين للوضع اللي جاي. يعني الوضع اللي جاي، الماتشات اللي جايه في افريقيا ديت وضعها هيكون ايه بالظبط معانا مش عارف. بس احنا كاهلاويه برضو متعودين على ان الاهلي في دور المجموعات كل سنه بيعمل نفس الاداء الزباله ده. ما الاداء ده اداء زباله اصلا. احنا ما بنتفرجش على ماتش كوره. ده عته كروي حضرتك، والله ده عته كروي اللي انتوا بتقدموه ده. احنا مش جايين جمهور اهلاوي نستمتع بالكرة او نتفرج على ماتش كويس، لا احنا جايين نتفرج على العتا. فاحنا متعودين على الاهلي من الاهلي طبعا في دور المجموعات كل مره كده. حتى علي عصام الشوالي وهو بيعلق قال لك ايه؟ الاهلي في دور المجموعات حاجه وبعد ما يوصل للثمانيه بيبقى حاجه تانية، بيقلب ريال مدريد. هو ريال مدريد بيتقلب سبحان الله، مش عارف ليه. دور المجموعات ده بينه وبينكم حاجه ولا ايه؟ مش فاهم. فربنا يسترها معانا بقى في اللي جاي، الله اعلم بقى اللي جاي هيكون ايه. طبعا احنا النهارده خسرنا 3 بونت كانوا مهمين جدا وهيفرقوا معانا. سان داونز متصدر المجموعه ب6 نقط. دلوقتي الهلال بقى بعدهم، الهلال السوداني بعد ما كسبنا النهارده بقى تاني المجموعه، واحنا ما زلنا دلوقتي بقينا التالت او الرابع. يعني لسه مش عارفين هيبقى فرق الاجوال والحاجات دي، هنبقى التالت او الرابع. فالمهم دلوقتي وضعنا وحش لحد دلوقتي، بس لسه باقي ماتشات كتير. انت بتلعب في اول ماتش بس من دوري ابطال افريقيا، لسه باقي عندك ماتشات كتير. فلما نشوف اللي جاي، لما نشوف هتعملوا ايه لما يجوا على مصر، يجوا في مصر هنا وتلعبوا في مصر، ربنا يسهل بقى. احنا بنحاول نطلع لكم اي تلكيكات واي حجج بان مثلا الجو مش كويس، درجه الحراره 30 فممكن تكون درجه الحراره عاليه عليكم، مش عاودين تلعبوا في الاجواء دي. مع ان اصلا الهلال السوداني بيلعب من غير جمهور. يعني من غير جمهور دي حاجه حلوه ليكوا. ما مش عارف لو بجمهور كان عملوا فيكوا ايه. يعني كان طلع الماتش ده 80-0 ولا ايه؟ مش فاهم يعني. ربنا يكون في عوننا احنا كاهلاويه وجمهور الاهلي. ونتمنى طبعا كل الدعم للاهلي ولاعيبه الاهلي والنادي الاهلي في الماتشات الجايه، وان شاء الله يشرفنا ونرجع تاني برضو نبقى نتصدر المجموعه ونطلع تاني المجموعه، المهم نطلع من دور المجموعات الفقر ده اللي احنا ما بنحبوش اصلا. سلام عليكم.